ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض وصفه النهارده. الوصفه بجد خطيره. جبت الحله بتاعتي، ولعت النار، وهبدا انزل كده فيهم بمعلقتين من الزيت او اي ماده دهنيه انت تحبيها. هجيب معايا كمان نص كيلو من اللحمه متقطعه مكعبات، اي تقطيع انت تحبيها تقدري تستخدميها واي نوع. انا هنا استخدمت لحمه سن. هبدا كده اقلبها، مش تقليب، انا بس هفردها كده في الحله بتاعتي. اول ما هتغير لونها في الجنب اللي تحت هبدا اقلبها للناحيه التانية عشان تغير لونها من الناحيه التانية. طبعا ما نقلبش فيها كتير عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها. معايا هنا حوالي 3 بصلات كبار متقطعين مكعبات او جوليان، التقطيعه اللي انت تحبيها، بس انا بفضل اقطعها تقطيعه وسط لان هي كده كده في التسويه هتلاقيها دابت وبقت حلوه قوي. هبدا كده انزل بالبصله بتاعتي وهبدا كده اقلبها في قلب اللحمه عشان تاخد التشويحه وتتشوح معايا. زي ما انتوا شايفين كده هبدا اقلب كده كويس. طبعا اللحمه بتاعتي غيرت لونها وبدات تنزل شويه ميه بسيط قوي. هبدأ كده اقلب البصل مع اللحمة، وهكون جايبة معايا حوالي 3 فصوص من الثوم. هقطعهم شرايح وهنزل بيهم على اللحمة، بيدوا طعم وتست عالي قوي بجد في اللحمة. جربوها هتعجبكم قوي وبتدي ريحة كمان حلوة قوي. هبدأ كده اقلب كده كله مع بعضه، البصل مع الثوم مع اللحمة. دلوقتي بقى هبدأ اجيب البهارات بتاعتي، هحط رشة من الكزبرة وهحط كمان رشة من 7 بهارات، ودي اختياري برضو، او بهارات لحمة المتوفر عندك تقدري تحطيه. هحط كمان عليهم ريحان من مجفف لو متوفر عندك تقدري تحطيه برضو، بيدي ريحه وطعم حلو قوي. هحط كمان رشه من الفلفل الاسمر، وبعد كده هحط كمان رشه من القرفه، وبرضو دي اختياري، بتدي ريحه وطعم، بتغير الطعم خالص وبتدي طعم حلو قوي، لو جربتوها هتحبوها. هبدأ كده كمان اقلب بقى اللحمه بتاعتي في البهارات، وبعد كده نتبل كل اللحمه والبصل والثوم اللي معانا اللي احنا عملناه. هنقلب بس كويس، وبعد كده تقدري تحضري ميه مغليه لو انت مستعجله على التسويه بتاعتها. هتحطيها شويه ميه، انا بصراحه ما حطيتش اي ميه خالص. هي سبتها خدت غلوتين ووطيت عليها واستوت براحتها وكده اللحمه واستوت معايا، وزي ما انتوا شايفين البصل كمان دبل خالص معايا. طبعا بعد ما بتستوي بنحط بقى رشه الملح بتاعتنا ونظبط الملح بتاعنا على حسب الرغبه والذوق. هجيب بقى الطاجن بتاعي وهبدا انقل اللحمه في الطاجن بتاعي علشان هدخله الفرن، ويبقى طاجن كباب حله وبيبقى خطير بجد. هسيبه بقى، طبعا هكون مشغله الفرن على درجه حراره اعلى درجه. وبعد كده ده كان شكل الطاجن بتاعي، هدخله الفرن ياخد اللون وياخد وش كده من على الوش، وبعد كده هطلعه زي ما انتوا شايفين بقى شكله بجد خطير. بجد زي ما انتوا شايفين كده الطاجن معايا شكله يجنن. ده غير بقى ريحته اللي قلبت البيت وطعمه الخطير اللي لازم بجد تجربوه. شايفين معايا الحلاوه؟ تقدمي بقى مع شوية رز أبيض أو بشعرية وحبة ملوخية كده، أو طبيخ بقى مع طبق سلطة، أو تقدميه بقى مع سلطة وطحينة وعيش بلدي بقى بجد حاجة كده تجوع. جربوا بقى الوصفة وهستنى رأيكم. زي ما انتم شايفين معايا الطاجن معايا بيبقبق وشكله لذيذ بصراحة. الطريقة سهلة وبسيطة والمكونات مفيش أحلى ولا أسهل ولا أبسط من كده. يلا جربوا الوصفة وهستنى رأيكم يا حلوين.